دكتورة غادة، محتاجة أعرف إيه الفرق ما بين الإنجليزي البريطاني والإنجليزي الأمريكي، وإيه المهم في سوق العمل؟ السؤال ده كويس جدا وبيجي على دماغ ناس كتير، خصوصا اللي عايزين يقدموا في شركات او عايزين يسافروا بره بيبقوا محتارين قوي. ادخل كورس في انجلش امريكان ولا كورس في انجلش بريطاني؟ بيبقى محتار قوي من دول. الانجليش البريطاني طبعا بيختلف عن الانجليش الامريكان. ليه؟ الامريكان شويه ممكن تكون هي لغه دخيله مش الانجليزي الاصلي. الانجليزي الاصلي هو الانجليزي البريطاني، فطبعا هم غيروا شويه في القواعد نظرا للناس اللي كانت بتهاجر لامريكا والكلام ده كله، تعدد جنسيات، فغيروا في القواعد. زي مثلا في قواعد في الجرامر بتختلف من الانجليش البريطاني للانجليش الامريكي. زي ايه؟ زي مثلا ما اجي اقول انا عندي عربيه، فلما اجي اقولها بال بالامريكي تمام غير لما اجي اقولها بالبريطاني، دي بتختلف عن دي تماما. طيب انا المفروض اخد مين؟ انا المفروض كعامه ان انا اسمع الاثنين وابقى دايما الشباب بيسألوا أنا لما أجي أشتغل دلوقتي المهم بالنسبة لي إيه؟ الإنجليش البريطاني ولا الإنجليش الأمريكي؟ يعني أني المهم بالنسبة لي في الشركات وفي الشغل عامة. ان انا اعرف الاثنين. ازاي؟ ده في اهميه ده، بس انا عندي الانجليش الامريكي اكثر انتشارا. تمام. اكثر انتشارا، لكن طب انا دلوقتي ما اهتمتش قوي بالاكسنت بتاعتي ان انا اشوف امريكي او بريطاني، وان انا يا دوبك بس بتكلم انجليش، بفهم اللي قدامي واللي قدامي بيفهمني، بس ما عنديش لهجه معينه منهم. هل ده ينفع؟ ينفع وكويس جدا. ليه؟ لان انت عندك مثلا لو جينا ادينا مثال بسيط للناس اللي بتسافر بره، تمام؟ بتلاقي بره مثلا في دول الخليج عندك الهندوه بيشتغلوا في بوزيشن عالي جدا في الشركه، ورغم كده ان هو لا عارف انجليش بريطاني ولا عارف انجليش امريكي، بيتكلم لهجه اللي هي اللهجه الهنديه بتاعتهم بس عارف انجليش كويس. فهي عشان كده احنا بنقول مش شرط اللهجه، الشرط ان انت تتكلم كويس فاهم واللي قدامك يفهمك بس.